اول مره هنا على القناه هنرشح افلام، ومعانا عبد الرحمن اول مره يظهر معايا على القناه، وتقريبا انا اول مره من ساعه ما فتحت القناه يكون معايا حد في الاستوديو. النهارده عندنا تحدي جديد، فكره ترشيحات ولكنها مختلفه تماما. 10 افلام عند علاء و10 افلام عندي، ترتيبهم ترتيب عشوائي ملهاش اي علاقه بفكره الفيلم رقم 1 هو احسن فيلم احنا شفناه او الفيلم رقم 10 هو اسوأ فيلم، مجرد ترتيب عشوائي جدا. كل واحد عنده دقيقه بالظبط او 60 ثانيه يبيع فيها فيلمه، ليه هو اجمد وليه هو شايفه اجمد فيلم هو شافه في حياته. وبصوا احنا عارفين ان كده كده في افلام جامده، عندنا افلام لورد اوف ذا رينجز، عندنا جاد فاذر، شاوشانك ريديمشن، قلنا في نفس الوقت في افلام احنا كلنا عارفين ان هي جامده، فاي فيلم مش هتلاقيه في القايمه اعرف ان هو جامد كده كده. احنا حاولنا ان احنا نعمل قايمه شويه فيها افلام ايه مختلفه شويه، ترشيحات جديده على الودان محدش سمعها كتير، افلام ممكن نكون شايفينها مظلومه شويتين. شايفك يلا تخش تكتب في الكومنت انتوا لسه شايفين الفيلم ده؟ انا شفته من 20 القرن اللي فات. مش مشكله، شافوا من القرن اللي فات، احنا شفناه برضه من القرن اللي فات، بس على الاقل بنقول نلسع عنه ونعرف الناس عن الفيلم. يعجبك ما يعجبكش، شفته ما شفتهوش، في الاخر هتستفادوا، على الاقل ممكن تطلع بفيلمين 3 من الليسته. عشان احنا الصراحه قعدنا كذا مره نصور الانترو، فاحنا عايزين ايه نخش في الفيديو على طول، وانتوا مع الوقت هتفهموا الدنيا هتمشي ازاي، مع الريتم مع القواعد مع اللعبه هتشوفوا الدنيا هتمشي ازاي. وقبل ما نبدا ما تنساش ان انت تعمل لايك، تشترك في القناه، تدوس على السبسكرايب الصغير اللي جنبه ده كده، وخش على الديسكريبشن هتلاقي قناه عبد الرحمن، خش هتلاقيه بيرشح افلام، بيراجع مسلسلات، وفي شويه قوائم حلوه بصراحه. يلا بينا ويلا بينا يلا بينا باشا. طبعا احنا كاتبين الافلام على التليفون بترتيب معين عشوائي، علاء ما يعرفش ايه الافلام اللي عندي ولا انا اعرف ايه اللي عنده، ولكن هنبدا نقول ارقام. في نفس الوقت ما فيش اي افلام متكرره بالظبط، احنا حرصنا يعني ان احنا نكون بنختار اختيارات ديفرنشال، محدش مكرر الافلام، بس احنا كده هيبقى في ناس شافوها بس قشطه يعني. بس احنا كده لو قلنا ان مفيش حاجه مكرره ده معناه ان احنا مظبطين ان احنا نقول ان مش حاجه. احنا قلنا بص، احنا قلنا الافلام لبعض بس ما قلناش الارقام، يعني انا هقول الفيلم رقم 10 ممكن 10 عندي غير 10 عند علاء بالظبط، فحرصنا ان تكون الافلام مش مكرره بحيث يبقى عندك فرايتي في الترشيحات اكتر. انا هخش اول راوند بالفيلم رقم 10، هو فيلم مانشستر باي ذا سي. انا هخش الراوند ديت بالفيلم رقم 2، طبعا انا ما اعرفش ايه رقم 10 عند علاء وهو ما يعرفش رقم 2 عندي ايه، بس هنشوف يعني الدنيا هتمشي ازاي. ونقول لعلاء معاك 60 ثانيه تبيع الفيلم للي بيتفرج. 3 2 1 جو. بص انت اكيد عديت بتروما في حياتك، معانا فيلم مانشستر باي ذا سي. استنى مفيش دقه مش هتتشال. لا لازم ماشي معاك فيلم اسمه بسرعه. طيب ماشي ثواني. بص انت اكيد عديت بتروما في حياتك، بص انت لازم تتفرج على الفيلم ده. اسرع، انا الوقت بيعد ماليش دعوه. طب انا اتوترت، ماليش دعوه، هي حلاوتها في التوترات. هزود لك 10 ثواني يلا. ماشي زود 10 ثواني يلا. انا انت نسيت الكلام، هو موتر حلاوتها هنا. معاك 20 ثانيه دلوقتي. انا رشحت الفيلم ده قبل كده بس انا دلوقتي حاسس فاهم. قول بسرعه ليه الناس تتفرج عليه، ليه هو شايفه فيلم فشيخ. بص انت لازم تتفرج عليه ليه؟ لان انت هتشوف الشخصيه دمر حياته. المخرج تايمر خلص خلاص. شكرا. معلش ممكن تكسب، ممكن انا تهته، ممكن ما اعرفش اتكلم، هنشوف. بس انا كده فريق تجارب، انا خدت اول واحده. انا معلش ما انا هاخد معاك اول واحده. مانشستر باي ذا سي كده مش هيتباع، وانا عامه بحب الفيلم. ممكن الناس تحبه اكتر من الفيلم اللي انا هتكلم عنه. انا دخلت الفيلم رقم 2 وانا ما اعرفش 10 عندك ايه. طب قول لنا الفيلم رقم 2 ويلا هشغل لك التايمر. ماشي. الفيلم رقم 2 عندي هو فيلم كودا. معاك 60 ثانيه عشان تبيع الفيلم للي بيتفرج. يلا بينا قول لي بقى. اولا فيلم كودا هو بيحكي عن بنت حلمها الغناء وهي صوتها حلو جدا، ولكن حظها وحش شويتين، موجوده وسط عيله كلها من الصم والبكم، يعني محدش قادر يسمع صوتها من عيلتها ولا حد قادر يسبورتها، ولكن عندها اكسترا لاير او تعقيد اكتر على شخصيتها في الفيلم، بانها مطالب انها تكون العائل الوحيد للعيله دي بما انها الوحيده اللي بتسمع فيهم. فكل ده بنشوف الضغوطات اللي بتتحط عليها وبنشوف بتعدي بايه وهل هتقدر تحقق حلمها او لا. الفيلم دخل اكتسح الجوائز كلها. ممكن تكون عندك ضغوطات كتيره في حياتك او عندك حاجات مش عارف تهندلها ازاي ومش عارف تتعامل معاها ازاي، الناس اللي حواليك مش فاهماك، وحاسس ان دي كانت زي ميتافور كده او تعبير عن الفيلم ان اللي حواليك كلهم صم وبكم وانت عندك حلم الغناء. فيلم موجود. اتباع لا عشان اكد الفيلم حلو جدا، لازم تتفرجوا عليه وسيبوا لنا رايكم في الكومنتس. طبعا شايفين مين احسن، مانشستر باي ذا سي او كودا، وانا باخد من وقتي دلوقتي عشان ابيع فيلمك. مانشستر باي ذا سي للدرجه دي. مانشستر باي ذا سي فيلم حلو جدا. كيسي افليك يا عم انت بعت. بحاول ابيع لك فيلمك يا عم، بحاول ابيع لك فيلمك يا علاء. هو بصراحه يعني انا معلش فير ريت انا عندي قدامي بوينت. واحد بيبيع الفيلم ده وبيبيع فيلمي،
عامه مش هبص لمانشستر وباريس الصراحه، انا هعوض. ماشي علاء، انت صفر في اول جوله. علاء انت صفر، اكتب يا اديتور علاء صفر، اكتب عند علاء صفر في اول راوند. المرة دي أنا اللي هبدأ وأنا اللي هنقي رقم الفيلم، وأنا هختار الفيلم رقم 4 وهو فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind. وانا هختار الفيلم رقم 9 اللي هو إيه بقى؟ جرين بوك. أوه، فيلمين رومانسيين ونحاول نشوف هنقدر نبيعهم إزاي. ويلا بينا، معاك 60 ثانية عشان تبيع الفيلم للي بيتفرج. عمرك قبل كده واحدة سابتك من غير أي مبررات ومش عارف إيه اللي حصل؟ هو ده اللي حصل في بطل فيلمنا الرئيسي في فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind. هو بيحكي علاقة مأساوية بتحصل بشكل خيال علمي كده شويتين، ان انت عندك الاوبشن ان انت ممكن تمسح شخص كامل بذكرياته من ذاكرتك، ودي في حد ذاتها فكرة مرعبة وفكرة كلنا بنتمنى نعملها لما بنبقى في علاقة وعايزين نموف اون، ونتمنى ان الشخص ده كل ذكرياته تتمسح ونشوف تأثير ده على الشخص بتاعنا عامل ازاي. بنبدأ ناخد فلاش باكس من كانت العلاقه شكلها عامل ايه، وقصه الحب بدات ازاي، وايه التطورات اللي خلتها توصل للمرحله ديت. فيلم من احرف ايه من الاحرف دي، فيلم من احسن فيلم من احسن الافلام. انا مش هنساب للضغوطات. فيلم من احسن الافلام اللي بتحكي عن معاناه شخصيه رئيسيه والجانب الرومانسي المتدمر تماما. هتقدر تريليت بيه بسرعه، ولكن لو انت مكتئب بلاش عشان ممكن تقطع شرايينك بعديها. انا خلصت. فيلم حلو جدا، بطوله جيم كاري وكيت وينسلت، ومتاح للمشاهده على جميع مواقع الانترنت، ولازم تتفرج عليه. وشكرا. انت عامة بتصعب التحدي ليه طيب؟ خلاص انا خلصت البوينت بتاعت ايمين ماي بوينت، وهنشوف بقى علاء هيقول ايه عن فيلم. كان فيلم ايه؟ جرين بوك. فيلم رومانسي ايضا، ولكنه الجانب الحلو من الرومانسيه، او مش حلو قوي يعني. ونهايه حزينه. ماليش دعوه، ما تقولش نهايه حزينه. اتفضل كمل، تحرقش الافلام. كمل معاك. استنى بقى هحسب لك التايمر بليز. ثانيه هنا بالسلوجان. يلا بينا. ثانيه. معاك 60 ثانيه عشان تبيع للناس فيلمك. جو. شفت حد بيقولك الفيلم ده هياخد 10 من 10؟ معانا فيلم النهارده اسمه جرين بوك. مش بيتكلم عن العنصريه، بس هو بيعلمك دروس انت مش هتلاقيها في المواقف اللي بتحصل بين الناس الطبيعيه. عندنا البطل الفيلم هو شخص اسمر، شخص مغني بيوصل لاعلى درجات النجاح والعظمه اللي ممكن تشوفها في صناعته، بس بيصادف ان هو بينجح في فتره الناس السمر مش بيتعاملوا احسن معامله. بسوء الحظ بيحتاج لسائق عشان يوصله في جولة، ولكن شرط ان السائق ده يكون بيعرف يتعامل مع المشاكل. فهنا بيشتغل عند واحد ايطالي، ومعروف ان الايطاليين في السمر في وقت ما كانوش احسن حاجة. فتخيل العلاقة اللي بتبدأ تتطور، الناس اللي بيشوفوا الراجل الايطالي ده بيشتغل عند واحد اسمر، بتحصل بينهم علاقة واحدة من افضل العلاقات اللي شفتها بين الشخصيات في الافلام. ارشح لك الفيلم ده تتفرج عليه، واكيد الفيلم ده هيعجبك. وثانيتين خلصوا. بطل ماشي. وقتك خلص. حلو علاء، في تطور عن المره الاولانيه، ولكن انا ما اشتريتش لان انا مش متعاطف مع الفيلم. وانا اصلا كنت بفكر كل دوت الفيلم اصلا نوت بوك اساسا. نوت بوك بتاع اسمه ايه ده، راين جوزلينج، ومش فاكر اسمها يعني. المهم ان هو فيلم رومانسي برضو حلو، ممكن نرشحه. طب انت لو قدامك الفيلمين جرين بوك وإترنال سانشاين؟ لا، إترنال سانشاين فيفورت اول ذا تايم بالنسبه لي. انا بحب الفيلم ده جدا وبحب اتفرج عليه على طول، حتى لو ما وريش اي حاجه وعايز اتفرج على اي حاجه سريعه بحب اتفرج على إترنال سانشاين. هو كان في اول مرتين بالنسبه لي كئيب جدا، حزين جدا. حزين الصراحه، بس انا مع الوقت اتعودت عليه وبقيت بتفرج على الحاجات وبلاحظ حاجات جديده كل مره. فانا بالنسبه لي الفيلم ده ماي فيفورت يعني. احنا دلوقتي هنخش في معضله. انت شايف إترنال سانشاين وانا شايف جرين بوك. انا جرين بوك فيلم حلو جدا واستمتعت بيه، فيلم اوسكاري خد جوائز كتير جدا، ولكن انا ممكن اشوف فيلم مره واحده ما احبش ان انا ارجع له تاني. بس مشاهد الفيلم هتعلق معاك اكتر من إترنال سانشاين ولا لا؟ في حاجات إترنال سانشاين بتعلق معايا اكتر عشان انا شفته اكتر، فمش عايز اظلم جرين بوك. ولكن جرين بوك فيه مشاهد حلوه اللي بتبين العنصريه وازاي التعامل كان موجود في الفتره ديت، وازاي ان انت اصلا تبقى سواق وابيض لشخص اسمر، وقد ايه صعبه في الفتره ديت. فيلم حلو جدا، بس انا ممكن اتفرج عليه مره او مرتين، ولكن عمري ما هرجع له على طول زي إترنال سانشاين. فلو هتكلم على فكره اعاده المشاهده او الريواتشابيلتي، انا هتفرج على إترنال سانشاين بصراحه. دلوقتي مين هيحدد البوينت؟ احنا معناش حد ثالث. انت بوينت وانا بوينت، والناس هتسوينج في الكومنتس. ماشي انا موافق. كل واحد فينا ياخد بوينت، والناس بقى تحدد البوينت فعلا تروح لمين. هنا بنراضي بعض كده. في الحلقه الجايه هنعرف مين فينا اللي كسب، هنجمع البوينتس بتاعتكم ونشوف مين فينا اللي كسب في الاخر بالبوينتس بتاعت الناس. مثلا يا جماعه هو بس عشان جاي لي ضيف فانا لازم اكرمه عشان انا صاحب القناه، فما ينفعش احرجه واخليه يخسر كل البوينتس. وانا هستغل ان هو يكرمني في اول حلقه، فهبدا استغل ده اسوأ استغلال. فيلا بينا نخش على الراوند الثالثه، وعلاء هيختار المره دي الرقم من عنده. انا هخش بالفيلم رقم واحد. وانا هخش بالفيلم رقم 6. انا الفيلم بتاعي في فور فانديتا. وانا الفيلم بتاعي انسبشن. اوف
انت خسرت يا علاء. انت خسرت يا علاء. هو الاسم اصلا انسبشن تحسه مش محتاج يتباع، فاهم؟ انت خسرت. معاك 60 ثانية عشان تقدر تبيع للناس فيلمك. 3 2 1 جو. استنى انا نسيت. ماليش دعوة. ماليش دعوة. في فور بانديتا ممكن اي حاجة تبيع الفيلم. ايه مش كان انا مش فاكر حاجة من الفيلم ده غير ideas are bulletproof. طب ماشي، مش كفاية تبيع الفيلم. الفيلم يعني عن حوارات الثورة في حد ثوراجي كده اسمه في فور فانديتا، والماسك بتاعه انت فاهمه طبعا، منتشر قوي عندنا. يعني بحاول اسهلك، بديك بوينتس تمشي يعني عليها. انا كان محتاج اتمرن على هي حلاوتها ان هي ما فيهاش تمرين، بس دي اول حلقة فطبيعي ان احنا. استنى. طيب انت عامة عامة معاك 18 ثانية لسه. انا عارف كنت بتفرج على تحدي ال30، فلما الناس بيقول لاج تحدي ال30 أيوة. فاهم؟ انا دلوقتي متخيل لو مطالب منك تقول مثلا 50 اسم في 30 ثانية هتعمل ايه؟ فاهم؟ معرفش اقول اسم، فاهم؟ فاضل لك 3 ثواني. انا خسرت البوينت دي. 1 0. شكرا. هل محتاج اتكلم عن انسبشن؟ هل محتاج ابدا الراوند اتكلم رشح، يمكن في حد ما اتفرجش عليه. طيب عد لي علاء. معاك 60 ثانية عشان تبيع فيلم انسبشن للي بيتفرج. يلا بينا. انسبشن بيحكي عن فكرة غريبة جدا، وهو فكرة زراعة الأحلام أو زراعة فكرة جوه الأحلام. طبعا كلنا عارفين أفلام كريستوفر نولان، وأنا بالنسبة لي ده البيك بتاع كريستوفر نولان. ده أفضل فيلم أنا شفته لكريستوفر نولان، وأكتر فيلم استمتعت بيه في السينما، لأن ده كان أول فيلم أدخله في السينما تقريبا في 2010، وكان من أحلى الأفلام. أنا ما أظن مش محتاج أبيعه قوي. ليوناردو دي كابريو، مين تاني، جوردون ليفيت، ما اعرفش اسمه ايه، حاجة جوردون ليفيت، ممثل جامد قوي. الفيلم بيحكي ببساطه عن مغامراتنا جوه عالم الاحلام، وهتتسحل. مش عايز احرق لك اي حاجه، لان اي تفاصيل جوه الفيلم تعتبر حرق، لان الفيلم مليان تويستات ومليان حاجات غريبه جدا. ولكن اقدر اقول الفيلم متعوب عليه، يستاهل وقتك بكل تاكيد. ولو بتحب كريستوفر نولان وما شفتش انسبشن فانت فايتك كتير كتير كتير. اي ميد باي بوينت، وعلى ما اظن ان انا كسبت. كسبت فعلا. انا المفروض اعمل هاي سكور في الحاجات دي يا جماعه. انا بخلص في 50 ثانيه و40 ثانيه، واول راوند بعت الفيلمين. تمام كده كتير، كده تو ماتش، كده تو في ماتش. كامباك هيحصل، بس انا ما اعرفش في انهي فيلم، بس في فيلم هيخليني كده. على فكره انا كده 2 بوينتس وانت 1 بوينت لحد دلوقتي، وبرضه ما نعرفش اراء الناس عامله ازاي. ممكن تلاقي نفسك كسبان في الاخر. كسبان ايه ده؟ انا ما قلتش الا في فيلم. ممكن تلاقي نفسك كسبان، ممكن الناس تبقى منحازه عشان دي قناتك وانا جاي هنا كضيف، ممكن الناس تيجي عليا. ولكن انا اتعشم في الفير بتاع الناس، واتعشم أيوة من الناس. استعطف بقى. اتعشم ان الناس بقى فيها خير، وان ان شاء الله الخير موجود في مصر، والناس هتحكم بعدل، وان شاء الله يكسبوني يعني. يلا بينا نخش الله. على الراوند اللي بعدها. الراوند اللي بعدها انت اللي هتبدا تقول لنا رقم فيلمك. انا هخش بالفيلم رقم 5، والمره دي بقى بجد بس. طيب عشان علاء برضو صاحب مكان، فهنخليه هو يخش بالفيلم رقم 5 براحته، وانا هخش بالفيلم رقم 5 برضو. انا فيلم اللي داخل بيه هو شاتر ايلاند. انا الفيلم اللي داخل بيه هو ثلاثيه افلام، وهي الكورنيتو تريلوجي بتاعه ادجار رايت. افلام كوميديه ضد شاتر ايلاند، هتشوف الدنيا تمشي ازاي. بس على ما اعتقد ان في ادفانتج لشاتر ايلاند، الا يعني لو علاء ماشي الا لو علاء ما عرفش بيها الفيلم. لا خلاص هنشوف. اسمح لي علاء اقول لك انك معاك دقيقه. يلا بينا تبيع فيلمك للناس. جو. مريض في مستشفى بيصحى عشان يحاول يكتشف ايه اللي حصل لاولاده ومراته. ركز مع نفسك، انا مش دعوه بيه. بيلعب على الاعصاب. ركز مع نفسك، مش دعوه بيك، انا بتكلم مع الناس. انا محتاج اخد بريك. انا كلمتك. انا محتاج اخد بريك. لا ضغط عليا. بينسحب. ماليش دعوه. شاطر ايلاند خسر يا جماعه. شاطر ايلاند خسر. هتكسر الكاميرا طيب ولا ايه؟ على الساده بالله. معاك 60 ثانيه تبيع للناس فيلمك. جو. مريض بيصحى في مستشفى بيكتشف، لا مش بيكتشف، مريض بيصحى في مستشفى عشان يحاول يعرف مين اللي قتل مراته. معرفش، مش هساعدك. كانت مراته ولا قتل مين اللي قتل عياله؟ المهم يعني ان هو بيصحى في المستشفى. اللي بيحصل ان تصدق ان شاتر ايلاند ما ينفعش احكي قصته. قول لازم يتفرجوا عليه ليه طيب؟ بص يعني ايه المحمس فيه؟ انت هتتفرج عليه مش هتنساه، هترشحه لاي حد بيشوفه، لاي حد هيشوفه. وما عنديش كلام الصراحه عن شاتر ايلاند غير ان هو فيلم. لسه معاك 15 ثانيه. ممكن تقول ممكن اسالك عامل ايه طيب؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. بس انا ممكن افكرك ان ليوناردو دي كابريو عمل اداء خرافي، ميشيل ويليامز اداء خرافي رغم ان هي طلعت في كام مشهد صغيرين.
وسكورسيزي عالمي في الفيلم ده وستايل مختلف. تعرف ان تماماً. سكورسيزي قال ان ده اوحش فيلم بالنسبه له؟ ما ينفعش تتكلم. عامة انا كنت حابب اشاركك، ما ينفعش تتكلم عادي بعيدا عن الفيديو. ما ينفعش يا تتكلم. عم سوري انا حازم في قراراتي وحازم في قوانيني. المهم انا قلت هتكلم عن الكورنيتو تريلوجي، فتبدا لي تايم. معاك 60 ثانية عشان تبيع الفيلم للي بيتفرج. طب يا جماعه الكورنيتو تريلوجي دوت 3 افلام: شون اوف ذا ديد، هوت فاز، ذا اند اوف ذا وورلد، لنفس المخرج لنفس الممثلين. افلام كوميديه بريطانيه، كوميديا الانجليزيه بتضحكني جدا. لو انت عندك وقت فاضي وحابب تتفرج على حاجه دمها خفيف، فانتازيا، المواقف اللي فيها جديده وبتتقدم بشكل كرييتيف شويتين، معتمد على كوميديا المواقف مش كوميديا النكت، ودي اكتر كوميديا بتضحكني، ان يحصل موقف قدامي بيضحك مش نكته بتضحكني. والحقيقه ما عنديش حاجه تانية اقولها غير ان هو فيلم خفيف لذيذ. انا بعشق ادجار رايت، واحد من افضل المخرجين اللي انا بحبهم، وانا شايف ان هو لو كان عمل فيلم انت مان زي ما كان المفروض يتعمل كان زمانه بقى في حته تانية خالص. ولكن هو عمل المعالجه بتاعت الفيلم وبداوا يكملوا عليها. حتى لو تلاحظ فيلم انت مان كان فيه شويه لمحات من ادجار رايت كنت بشوفها بين الحين والاخر. مش عارف انا بتكلم لغه عربيه فصحى ليه دلوقتي، ولكن كورنيتو تريلوجي كورنيتو تريلوجي من احلى الافلام، من احلى الافلام ومن احلى الاوقات ومن احلى اللحظات. وبنشكر استاذ علاء على الاستضافه الجميله قبل ما التايم يخلص. 60 ثانية خلصوا يا خساره. يا خسارة. حدش اقول حاجه. ده انا لو اديتك الفيلم بتاعي هتبيعه. طيب مين كده اللي اخد البوينت يا اخ علاء؟ تفتكر مين؟ عامة منافسة صعبة، منافسه بالذات في الراوند شرسه، دي. منافسه شرسه جدا، خصوصا ان انت قلت ان شاتر ايلاند فيلم عمرك ما هتنساه. وانا شايف ان دي عامة ممكن مثلا انت بتتفرج تقول يعلق معاك ان انا قلت لك ان انت عمرك ما هتنساه، ما قلتش غيرها. ممكن من كم عظمة الفيلم بقى اللي هو انا ما اعرفش اتكلم، فاهم؟ اللي هو انت مفيش كلام دلوقتي طلع. بتحاول تبرر اللي انت عملته. ايوه تصدق. دلوقتي بتحاول تبرر اللي انت بحاول عملته. ابيع بس وقت التايم خلص وانت مركز. معلش نخش في الراوند اللي بعدها. يا جماعه انا كسبت كالعاده هذه الراوند من وجهه نظري الشخصيه. مش عارف انتوا ايه وجهه نظركم، بس قولوا لنا في الكومنتس وبلاش تشتموا علاء عشان هو راجل غلبان ما عملش اي حاجه وبس. نخش على الراوند اللي بعدها وهي الراوند الخامسه، وتنتصف قائمتنا لهذا اليوم. وصلنا للفيلم الخامس وهنبدا من عندي المره دي وهنقول انا انهي رقم. بس وانا هخش هذه الراوند بالفيلم رقم 7 في قائمتي، وانت هتخش برقم كام؟ انا هخش بالفيلم رقم 8. طيب الفيلم رقم 7 عندي هو فيلم براذرز. وانا الفيلم هو 3 بيلبوردز اوتسايد ايبك. فيلم عنيف ده. 2017. فيلم عنيف ده وان شاء الله ربنا يوفقنا. ابدأ لي تايمر يا استاذي. معاك 60 ثانية عشان تبيع الفيلم للي بيتفرج. فيلم براذرز بيحكي عن معاناة جندي في الجيش سابقا. بيتكلم عن ازاي حياته اتغيرت بعد ما شاف معاناة كتير جدا في الجيش وحاجات كتير اضطر يعملها. مش مضطر اقول لكم ايه، لازم تتفرجوا على الفيلم عشان تعرفوا هو عمل ايه. ولكن بيبدأ يشوف التغير اللي في حياته وما بين علاقته باولاده وعلاقته بمراته، والطرف الثالث اللي معاهم هو اخوه. ودي حاجة غريبة جدا. وازاي في غيابه اخوه ومراته بداوا يتعلقوا ببعض شويتين ثلاثه، وبدا يشك فيهم بشكل غريب جدا، وبدا يعمل افعال مش مبرره تماما. الفيلم ده بيوريك الجيش او العزله ممكن تعمل ايه في بني ادم طبيعي كان حياته ماشيه بشكل عادي. ممكن يشك في اقرب الناس ليه، ممكن يشك في حاجات كتير جدا، علاقته باولاده اتاثرت. فيلم بيحكي دراما صرف. هو بيتكلم عن معاناه شخصيه رئيسيه، بنتكلم عن معاناه الشخصيات اللي حواليه. فيلم عالمي جدا. توبي ماجواير، جاك جيلن هول، ناتالي بورتمان، صح لو انا فاكر صح. وبس فيلم عالمي، انا اديله 10 من 10. طيب بس مش محتاج اقول حاجه تاني. I made my point. شكرا. يلا بينا دي السلوجان. اخ علاء معاك 60 ثانيه تبيع فيلمك للناس. جو. بنت بتتعرض للاغتصاب وبيعدي شهور والشرطة ما بتقدرش توصل لحل. ميلدريد أمها بتعلق 3 لوحات مثيرين للجدل بتتين فيها كل الناس إن هم ساكتين ومحدش بياخد خطوة. لكن رئيس الشرطة أو مأمور في المدينة بيحاول إن هو يلاقي حل، بس الموضوع بيكون معقد لأن مفيش أي دليل على إن اللي قتلها موجود فعلا في المنطقة. كل اللي أقدر أقوله لك إن القصة نهايتها مش زي ما انت هتتوقع. هتحاول تستنتج النهاية من الأحداث اللي بتشوفها، هتتعلق بالشخصيات شوية. ممكن أقول لك إيه تاني. الفيلم بيلعب على المشاعر بشكل إيجابي، بحيث إن أنت مش هتحاول. أنا كده مش عارف أنا هقول إيه، بس عمال. المهم إن أنت عملت البوينت. لسه التايم ما خلص. لسه 7 ثواني. لسه 7 ثواني. اقول انا بحبكم وادوني البوينت. طيب علاء انا مش هقدر اجادلك في بص، هو الفيلم بتاعي الصراحه ساعدني شويه. الفيلم بتاعك اجمد. انت اتظلمت الفيلم بتاعك اجمد، ولكن انا عايز اضيف بوينت على اللي انت قلته. لو انا فاكر صح كان وودي هارلسون في الفيلم بتاع 3 بيلبوردز. كان اداؤه عالمي. هو ده اللي انا فاكره من الفيلم.
ولكن انا الصراحه انا شايف ان علاء الفيلم احسن وشرح نقطته وقصه الفيلم بشكل كويس، فانا بصراحه بكل امانه وبكل نزاهه هديله البوينت. خش على الراوند اللي بعدها. انا مبسوط قوي بس بحاول ما ابينش. وانا متضايق قوي بس بحاول ما ابينش. ودلوقتي نروح للراوند اللي بعدها، وانا هخش بالفيلم رقم 7. وانا هخش بالفيلم رقم 1. انا هخش بفيلم Sixth Sense. وانا هخش بفيلم مي ان ايرل اند ذا داينج جيرل. اوكي مين اللي هيبدا؟ انت اللي هتبدا. ماشي. انا حاسس ان انا كنت بدأت المره اللي فاتت. انا خلاص مش انا اللي هقدر هبدا حاجة المره تاني. معاك 60 ثانيه عشان تبيع الفيلم للي بيتفرج. يلا بينا. طيب فيلم مي ان ايرل اند ذا داينج جيرل، انا عارف ان انت ممكن تكون اول مره تسمع عنه عامه، ولكن هو من افلامي المفضله فور اول تايم. فيلمنا بيحكي عن بنت عندها كانسر، وبتبدا تتعرف على شله شباب جديده وبتبدا تعيش معاها حياتهم. في نفس الوقت هي مريضه كانسر، فبالتالي بنتابع معاها البروسيس بتاع علاجها، الوعكات الصحيه اللي بتحصل لها. هي دراسه حاله فريده من نوعها، وبتبدا تعيش معاها ابسط الحاجات. الفيلم اللي عجبني فيه هو البساطه، عنوانه البساطه، غير مكلف تماما على مستوى الانتاج، وده نقطه بالنسبه لي ان انت تطلع بكواليتي زي دي من فيلم لو بادجت. انا بحب الحاجات دي جدا، ولا مش محنك. بكام؟ اللو بادجت بكام؟ ما سالتش في الصراحه الاسعار في السوق، ممكن نبقى ننزل المنشيه نشوف الموضوع ده. ولكن انا بالنسبه لي الفيلم حلو جدا، بسيط جدا، بس صدقني ممكن تجيب جنبك 2 باكيتس مناديل الكبيره ام 500 دي اللي هي الكبيره دي، عشان انت هتخلصهم كلهم. مش عايز اقول لك ايه اللي حصل. لو عايز تعرف لو عايز تعرف ايه اللي هيعيطك، انا خلي بالكم ممكن اقفر. لو عايز تعرف ايه اللي هيعيطك تقدر تخش تتفرج. وان ميد ماي بوينت. ثانك يو سو ماتش. شكرا اخ علاء. عديت الدقيقه وانا سبتك ونسيت يا عم. انا كنت بتكلم عن مناديل على فكره، وبتكلم عن الاسعار. عادي. بتكلم على مناديل واسعار، انت اللي قاطعتني. ما انت خرجت بره الموضوع. ما خرجتش بره الموضوع يا عم. المناديل الفاين مهمه في الفرجه عن الفيلم. ماشي خش يلا يا عم. فيلم. معاك 60 ثانيه تبيع للناس فيلمك. اتفضل يا اخ علاء. جو. تخيل طفل بيدعي ان هو بيشوف الاشباح. بتبدا قصه الفيلم، بنشوف الطفل ده وهو بيبدا يتعامل مع دكتور. الدكتور ده المفروض ان هو بيحاول يفهمه. طبعا مفيش حاجه اسمها كده. الدكتور هيحاول ان هو يفهم هو ليه بيقول كده، هل فعلا بيشوف اشباح ولا لا. بص انا عايز اقول لكم ان نهايه الفيلم دي من افضل نهايات الافلام اللي انا شفتها. افضل فيلم لبروس ويلس في مسيرته كلها بالنسبه لي. يعني انا مش من النوع اللي بحب افلام بروس ويلس الصراحه، كون ان هي في الثمانينات قوي، وافلام الثمانينات بيبقى ليها ستايل معين كده. بس لا، الفيلم ده تتفرج عليه في اي وقت، واتوقع ان انت لما تشوفه نهايته مش هتشوفها. انا بعد الفيلم ما خلص قعدت كده 10 دقايق انا مش مصدق هو انا فعلا غبي. انا اتضحك عليا في نهايه الفيلم ده. ففيلم ذا سيكث سنس لازم تشوفه، وبعد ما تخلصه هترشحه لاصحابك هيعرفوا ان انت بتفهم في الافلام. انا ما بحبش ام نايت شامالان وما بحبش بروس ويلس، بس بحب فيلم داي هارد. شكرا. ماشي. لسه معاك وقت تضيف اي حاجه؟ لا الدقيقه خلصت خلاص، ما تضيفش اي حاجه. ما تضيفش اي حاجه. الدقيقه خلصت خلاص. ماشي يا اخ علاء، انت عملت كيسه كويسه وانا اقدر اديك عليها نص بوينت عشان اكون صريح، لان انا ببيع فيلم مش معروف. هو البرنامج ده فيه نص بوينت. انا ببيع فيلم مش معروف. وعلى فكره لو هي تويستات بتويستات في الفيلم اللي انا بتكلم عليه، فيه تويستايه جامده جدا، بس مش لازم ابيع بالرخص ده. ها مش لازم اعشم الناس واقول لهم لا يا باشا، علبه مناديل. دي نصيحه، دي تبايه للناس، دي تيبس اند تريكس عشان انتوا تتفرجوا على الفيلم. قلت لهم برضه هتفتح بقك بالظبط. افتح بقه يا عم. بس والله يا جماعه انا بعد ما خلصت الفيلم انا فعلا مش مصدق. عارفين الثامبنيلز اللي بتبقى ايوه بحب الحاجات دي قوي. بس انا بالنسبه لي انا ببيع فيلم اصعب محدش عارفه تماما، وعلى ما اظن ان انا كويس. بس هي مش الفيلم الاصعب. هي تفتكر الناس مين اللي هيتحمس لايه؟ هل الناس هتروح للفيلم اللي هو على ما اعتقد سيكس سنس في ناس كتير قوي شافته ممكن؟ لا لو الناس ما شافتوش مثلا. لا سيكس سنس الحبكه بتاعته تشدك اكتر. يعني هو فيلم بياع ان انت واحد بيشوف اشباح مش عارف ايه ومين بيشوف. الناس بتحب الحاجات دي. والنهايه كمان فيها تويستايه، الناس بتحب الحاجات دي فشخ. فانا ما اعتقد الفيلم بتاعك بيبيع اكتر، وعشان كده انا هديك البوينت ديت يا علاء رغم كم يقهرني. بتحرجني بادبك. هعمل ايه طيب انا طول عمري كده. طيب بس الناس كده هتحكم في الكومنتس. بصراحه انا هديله بوينت لان هو الفيلم ده لما قاله لي وحكى لي قصته انا ممكن اروح اتفرج عليه. انا للاسف بعترف بكده. اتمنى تروح تتفرج عليه، واتمنى تروحوا تتفرجوا عليه بغض النظر عن اي تحدي او اي حاجه. فيلم حلو جدا واتمنى تدوا له فرصه. ونخش على الفيلم اللي بعده. يلا بينا. انا الراوند ديت هخش بالفيلم رقم 8 وانا هخش بالفيلم رقم 2. الفيلم بتاعي هو وور اوف ذا بلانيت اوف ذا ايبس. طيب انا احب اقول لك ان فيلم خسر لان انا داخل بفيلم انسوندي او انسنديز لدوني فينوف. على حسب مين اللي هيبيعه. انا ممكن ابيعه لان الناس بتحب التويستات. السلوجان ماشي احلى سلوجان. معاك 60 ثانيه عشان تبيع للناس فيلمك. جو. دايما بتسمع نظريات كده من وانت طفل صغير ان القرود هيجوا في يوم وهيحتلوا الكوكب. تخيل ان ده حصل فعلا في فيلم او في ترولوجي اللي احنا بنتكلم عنها بلانيت اوف ذا ايبس.
الجزء ده من السلسله بالذات بنشوف ان القرود وصلوا لمرحله مش طبيعيه من التطور والتكنولوجيا، بيبداوا ان هم ياخدوا مكان البشر بيتحولوا لكائنات بدائيه، هم اللي مش قادرين يواكبوا اللي بيحصل، بتحصل حرب بين الاثنين، وبسبب التطور اللي بيحصل للقرود بتحصل حرب اهليه بينهم. بنشوف بطل للقبيله دي وبطل للقبيله دي بيواجهوا بعض، العالم بيتدمر. فيلم بلانيت اوف ذا ايبس او الترولوجي كلها لازم تتفرج عليها، واتوقع ان انتوا كلكم عارفين سيزر وشفته وانت صغير، فده يشجعك اكتر ان انت تكمل الترولوجي لو انت انا عن نفسي ما اعرفش غير السيزر سالت. ايوه ضيع لي وقت بقى، بيضيع لي وقت. ما اعرفش حاجه. انت اكيد شفت. بص هو بيلعب عن نفسيه، هو بيلعب عن انا بقول لك سيزر اللي اعرفه، انت بعت الفيلم كويس خلاص. عايز تقول حاجه تانية؟ لا مش هقول حاجه تانية. طيب خلاص، هو كده التايمر بتاعك خلص. ايه يا عم هتخلي الناس تروح يتفرجوا على الفيلم قرود يا عم؟ عيب والله، عيب والله يا عم، عيب والله العظيم. اديني يا عم السلوجان ودخلني يا عم. معاك 60 ثانيه عشان تبيع الفيلم للي بيتفرج. طيب فيلم انسوندي او انسنديز عشان ما بانش ان انا محنك فرنساوي قوي. مش تفرق. بيحكي عن معاناة سيدة اثناء الحرب، ومش عايز اقول انهي حرب، يعني هي حرب عامة لان انا مش فاكر كانت انهي حرب بالتفاصيل. حرب لبنان. حرب لبنان. والله بتلخبط ما بين لبنان وما بين باقي الدول العربية. لا ما كانتش حرب لبنان، كانت ايه؟ حرب الاردن ولا هي دولة، يعني هي دولة عامة في لا بس اصل فارق الموضوع ده، فارق. احنا هنخش بقى نتناقش وفارق ومش فارق. الوقت يلا بينا. فاهم يعني انا عايز اجيب من الاخر. الفيلم ده هو اعظم بلوت تويست في تاريخ الافلام من وجهة نظري الشخصية. المبالغة دي. واقوى واحدة واكتر واحدة مؤهرة واكتر واحدة فيها قهرة وفيها حاجات غريبة جدا. واحدة بتدور على ولادها التوأم، صح؟ وهم بيدوروا عليها. ولادها التوأم؟ هم كانوا توأم او اخوات، يعني مش فاكر هم اخوات بيدوروا على امهم. مبدئيا يا جماعه في مغالطه هنا. مش مغالطة، هو هيتعمل منه ماينس لان في غلطه في القصه. ليه؟ كانوش توأم، ولادها التوأم بيدوروا عليها. عامة انا بعت الفيلم بتاعي وانا بص خلاص. انا هقول بصراحه الفيلم بتاعه اقوى من فيلم وور ذا بلانت اوف ذا ايبس. الصراحه انسوندي من افضل الافلام اللي شفتها، بس بصراحه بامانه انت ما بعتليش الفيلم قوي. ما اعمل لك ايه؟ ما الفيلم ما ينفعش يتباع. طيب هو بصراحه كان في كام حاجه ممكن تقولها تبقى جامده. ماشي يا عم علاء. المهم يعني انا كسبت ولا خسرت؟ مش عارف. مشيها 1-1. خليهم هم اللي يحكموا. تمام يا جدعان، احكموا انتوا يا جدعان وشوفوا ان هو بيقاطعني حتى لو انا مش فاكر قصه الفيلم صح، فهو اقوى بلوت تويست. مش دعوه. عامه يا جماعه هو قال قصه الفيلم صح، بس كان لازم اعمل كده عشان ماشي ارجع للمنافسه. تمام يا عم اللي انت شايفه. انا هخش هذا التحدي بالفيلم رقم 3 عندي، وانا هخش بالفيلم رقم 6 وجانجو انشين، وانا هخش فيلم توب جان مافريك. ماشي منافسه عادله مش قوي بس ماشي. معاك 60 ثانيه عشان تبيع الفيلم اللي بيتفرج. مبدئيا ده اقوى فيلم اكشن نزل اخر 5 أو 10 سنين لو مش عايز ابالغ. فيلم بيرجعك للسينما القديمه. الفيلم اكشن ما فيهوش اي حاجه معقده. عباره عن راجل كان راجل طيار قديم في البحريه، او مش في البحريه، ما اعرفش اسمها ايه يعني. مش هتفرق. المهم يعني الشخصيه دي بيمثلها توم كروز، وبيرجع عشان يقوم بمهمه مستحيله عشان يدرب بعض الشباب اللي موجودين على هذه المهمه، وبنشوف مغامراته. بنسترجع الفلاش باكس. الفيلم ليه جزء اول نزل في الثمانينات كان اسمه توب جان. تطلع مبسوط. المهم عامه هو الفيلم ده جامد قوي، تبان قصته بسيطه بس هو فيلم جامد عامه. جانجو اكتسحني بالجانجو. جانجو انشيند. خش اكتسحني بالجانجو. بص انا هحاول ابيع الفيلم ده وانا مغمض. انت هتصعب التحدي على نفسك يعني؟ عارف من كتر السهوله. طيب ماشي، معاك 60 ثانيه وانت مغمض تبيع فيلمك للناس. جو. انا ما كنتش بحب افلام الويسترن بسبب الفيلم ده. انا بقيت بعشق حاجه او بعشق اي فيلم او مسلسل بيتكلم عن الويسترن. اولا رحله البطل في ان هو ينقذ حبيبته. الموضوع بسيط خالص، لكن البطل بيواجه كميه مخاطر مش ممكن اتخيلها. مبدئيا كده البطل ده هو اسمر، فبيتعرض للعنصريه والاضطهاد وبيكون كعبد، لكن بيبدا ان هو يتحرر من القيود دي، وبيحاول ان هو يروح ينفع فتح عيني مراته ينفع فتح عيني. انا ليه قلت اغمض عيني مش عارف. المهم ان هو بيروح عشان ينقذها. الفيلم ده فيه كريستوف فولتز بيقدم واحده من اعظم الاداءات التمثيليه في تاريخ السينما كلها، ومش ببالغ والله بس ده حقيقي. عندنا ليوناردو دي كابريو وجيمي فوكس. وبص انت اكيد شفت مشهد للفيلم ده قبل كده في اي فيديو او على تيك توك او في اي مكان، وصاحبك اللي هو المحنك السينما هيقول لك بص يا رب يخلص قبل ما استخدمه بس. طيب خلص الحمد لله. قبل ما تقول المشهد انا عارف انت عايز تقول ايه. انا المشهد ده جاي في الاخر كان يبيع ده كفايه. ماليش دعوه. ماليش دعوه. تايمر خلص قبل ما تبيع بالمشهد. ماليش دعوه. والله انا يا استاذ علاء انت الفيلم حكيته كويس، ولكن انا بالنسبه لي فيلم ممل. يعني واحد عبد بيروح ينقذ مراته يعني عادي يعني. مش فاهم يعني. انت من جواك
مش مهتم الحقيقه، الا بقى لو كان الفيلم فيه عناصر تانية انت ما قلتهاش ممكن تبيع الفيلم، ما اعرفش. انا عامه انت قلت فيلم ايه؟ توب جان. توب جان ولا جانجو انشيند، مين يتباع؟ كفيلم اقوى. لا كبيعه، يعني نتكلم كبيعه انت ما استغلتش ان ده فيلم تارانتينو. ده حقيقه. يعني دي تبيع، يعني فاهم، ده لو انت حقيقة. نازل قدام الفيلم بتاعي فانت تبيع بتارانتينو بس. ده حقيقه، بس انا كنت بحاول ابيع للناس المين ستريم اللي هو ما يعرفوش أصلاً مين المخرجين، تارانتينو. ما يعرفش حاجه. بس هل تعتقد المينستري مهتم يخش يتفرج على فيلم اكشن وطيارات وبتاع، ولا واحد عبد بيروح ينقذ مراته؟ بس وفيلم ساعتين ونص ولا 3 ساعات يعني يا جدعان، كتير فشخ يعني. بس واحد عبد بيحاول ينقذ مراته، ايوه قصه وايه حلوة. عبد احنا حاسس ان احنا بنهينه. احنا حاسس ان احنا بنهينه قوي. ما علينا، انا بص انا ممكن اديك البوينت بس على مضض يعني، مش وانا مقتنع الصراحه بيه. هديله البوينت لان انا شايف ان توب جان فيلم حلو، فيلم هو فشيخ. هو ما ينفعش تبيعه غير ان انت تقول قصته البسيطه دي. هو اللي بيبيعه بساطته اصلا. طيب وصلنا لمرحله ان احنا فاضل لنا كل واحد فيلمين، اخر راوندين، الراوند 9 والراوند 10. احنا ما نعرفش السكور بس هو ظاهر عندكم على الفيديو، بس احنا مش احنا عارفين. نسينا الصراحه، ما بقيناش نعد، بس المونتير مصحصح ان شاء الله وهيحط السكور صح. مين اللي هيبدا المره دي؟ ابدا انت. بس انا عن نفسي الفيلم رقم 4. علاء هيخش بالفيلم رقم 4 وانا هخش بالفيلم رقم 9. فيلم سناتش. انجلوريوس باستردز. اوف، الاثنين المشكله بعاد قوي قوي، بعاد قوي يعني. ابدا انا معاك 60 ثانيه عشان تبيع الفيلم للي بيتفرج. طيب انجلوريوس باستردز هو فيلم لكوينتين تارانتينو، وهو افضل افلام كوينتين تارانتينو بالنسبه لي. يعني انت لو بتحب تارانتينو فده بالنسبه لي افضل فيلم ليه، لان انا بحب الاداءات التمثيليه بتاعت كريستوف وولتز اللي هو باع بيه اكتر في انجلوريوس باستردز من جانجو انشيند. براد بيت عامل اكسنت عالميه، التيم كله، السيتس والحقبه الزمنيه اللي اتصورت، وفكره قصه هتلر اللي عملنا لها تويست بشكل مختلف، وازاي مات وكل الكلام ده. عارفين تارانتينو بيحب يغير في التاريخ كتير. وطبعا مش قادر اقول كميه المشاهد اللي ممكن تبيع الفيلم. المشهد بتاع 3 بالالماني والثلاثه مش عارف ايه. مش ههتم ان انا اضيع وقتي. المشهد، اول مشهد في الفيلم خالص، اللونج تيك اللي دخل كانت تحبس الانفاس، كريستوف وولتز بكل ثقه وبكل رعب. وبس الفيلم عالمي عالمي عالمي، واحد من افضل 100 فيلم في التاريخ تقريبا على حسب IMDb. واتمنى ان انتوا تروحوا تتفرجوا عليه لو لسه ما اتفرجتوش عليه، وشكرا. بس كده صراحه يعني اداء موفق. خش بالفيلم بتاعي، اديني السلوجان. معاك 60 ثانيه تبيع فيهم فيلمك للناس. جو. قليلين قوي المخرجين اللي بيعرفوا ان هم يعملوا تويست فعلا تعجبك. مخرج الفيلم ده هو جاي ريتشي، بيعمل واحده من افضل التويستات. فيلم كوميدي من بطوله براد بيت، واحد من افضل فيلم براد بيت، كانت في بدايه مسيرته. يمكن الفيلم ده هو اللي نقله نقله تانية خالص وخلاه واحد من اهم الممثلين في هوليوود. الفيلم ملوش قصه واحده معينه، الفيلم مجموعه من الشخصيات، مجموعه من القصص، كل حاجه بتحصل في الفيلم ده عبثيه، بس لما بتوصل للاخر بتلاقي النهايه يعني غير متوقعه وفيها تويست شويه. غير متوقعه فيها تويست، الاثنين غير متوقعه غير فيها تويست متوقعه وصادمه برضه دي. المهم ان فيلم سناتش ارشحه لاي حد بيحب الافلام. مش لازم تبقى نرد افلام، انت فاهم، هتستمتع بيه. اغلب الناس اللي هتشوفه هتستمتعوا على ضمانتي. لو ما عجبكوش ممكن تيجوا الفيديو ده وتقولوا لي احنا بناخد منك البوينت. بصوا ممكن تعملوا لي ريبورت لو الفيلم ده ما عجبكوش. فيلم سناتش ارشحه لاي حد بيتفرج عليه. خلصت كيسه كويسه. ولكن انا ما اشتريتش لان انا عادي يعني. فيلم سناتش بالنسبه لي من الافلام اللذيذه، ولكنه ما يكسبش انجلوريوس باستردز خالص في اي حاجه. طبعا ما يكسب. فانت بعت الفيلم كويس. مش عارف، انا انجلوريوس باستردز اصلا من افضل الافلام اللي شفتها في وانت حاطط التابلو بتاعه هنا اصلا. يعني انجلوريوس باستردز هنا اساسا. ممكن نجيبه عشان نبين للناس بس ان هي ايه، احنا بنحب الحاجات دي بجد. وريهم يا عم انجلوريوس باستردز. ودي كان اسمها ايه، شيانا ولا حاجه بالشين. عامه انا كنت عايز اجيب شخصيه تانية بس قالوا لي لا ما عندناش غير الشخصيه دي. هي حلو. كنت بحب الشخصيات التانية اكتر. طيب انت شايف مين اللي ياخد البوينت هنا؟ علاء بصراحه كفيلم انجلوريوس باستردز افضل بكتير. البوينتس ممكن اديها لك صراحه لان الفيلم خدمك. شكرا. وبهذه بقينا فيلم كده. فاضل لنا فيلم واحد. اخر فيلم في القائمه. انا سايب ايه؟ طيب اتوقع انت سايب ايه؟ ممكن يبقى فيلم اكشن مثلا. عامه انا سايب فيلم سوبر هيرو. سوبر هيرو. طيب انا سايب فيلم عادي، لا مش سوبر هيرو خالص، فيلم دراما ولذيذ. وانا هخش بالفيلم رقم 10 عندي. هو كام عندك الفيلم بتاعك؟ والله مش عارف بس ما فيش غيره. هو كده مفيش غيره في الليسته. هخش فيلم ذا باتمان لمات ريفز. ذا باتمان لمات ريفز. انا هخش فيلم جان جيرل لديفيد فينشر. في افلام كده بتعرف تتباع بسهوله. انا هبيع. شوف انا هبيع ازاي. انا بدات المره دي او المره اللي فاتت، انت هتبدا المره دي. اديني السلوجان. معاك 60 ثانيه تبيع للناس فيلمك. جو. بص كده بنتكلم عن السوبر هيروز، فمين فينا ما بيحبش باتمان؟ الفيلم ده ويمكن افضل فيلم بالنسبه لي بعد اعظم فيلم سوبر هيرو اللي هو ذا دارك نايت.
عندنا بنشوف فيلم سوداوي، القصه مظلمه، بنشوف جوثام في اسوأ حالاتها. باتمان كان بيحاول يحارب مين في الفيلم؟ المهم ان الفيلم ده ايه، اقول لكم ايه، كان اسمه ذا ريدل، ذا ريدلر. بس حاجه المشكله كده ان هو مش حاجه مش معروف، مش معروف قوي زي المهم الفيلم ده فيه ذا بينجوين اللي المسلسل اللي بينزل دلوقتي، واظن انت ممكن تكون سمعت عنه، بس مش حاجه هتبيع قوي الفيلم، لو ببيع الفيلم نقول ان ده باتمان ايام ما كان متكحر. فيلم مزيكا انترستيلر مكمل. شكرا. بس التايم خلص. طيب مش قادر اديك بتاع قوي، ولكن انا يلا بينا نشوف هنقول ايه عن جون جيرل. معاك 60 ثانيه عشان تبيع الفيلم للي بيتفرج، يلا بينا. جون جيرل هو واحد من افضل الافلام اللي انا شفتها لديفيد فينشر، يمكن في 7 في حاجات تانية كتير، ولكن انا بحب جون جيرل اكتر، يمكن عشان حديث شويتين وانا راجل جينزي، فممكن اكون برتبط بالحاجات دي اكتر. فيلم بطولة بين افليك ومش فاكر اسم الممثله الرئيسيه، ناسيها خالص، ولكنها عملت اقوى اداء نسائي انا ممكن اكون شفته في اخر فتره، عامه اخر 20 سنه مثلا. 20 سنه بحاله. اصل ميريل ستريب والناس دي ما فاهم يعني تماما بالنسبه لي راحت عليهم. فالفيلم بيحكي ببساطه عن واحد بيصحى من النوم. ميريل ستريب واحده من عمالقه يا عمي، وانا بهاجم يعني سوسن بدر؟ ما خلاص يا جدعان صلوا على النبي بس. الفيلم بيحكي عن واحد بيصحى من النوم ما يلاقيش مراته، فبيتهم ان هو القاتل الرئيسي لمراته او المسؤول السبب الرئيسي عن اختفائها. وبنكتشف في الفيلم واحد من اقوى التويستات، وقد ايه الستات القادره ممكن تعذب راجل بكل سهوله. وانا مرعوب من الستات بعد الفيلم ده، وانت لو عايز تبقى مرعوب من الستات او تاخد الصوره الصح عن الستات ممكن تتفرج على الفيلم ده. رخيصه قوي، مش رخيصه قوي انا بتكلم بصراحه، الستات مرعبين جدا، ولو عايز تعرف ليه ممكن تخش تتفرج على فيلم. لو عايز تتفرج على الفيديو فهو بص، اخراج، تمثيل، مزيكا، تصميم مشاهد، كادرات، حبكه. الدقيقه خلصت من زمان، بس عامه هو فيلمك يتباع. فاظن ان احنا كده نبقى كده ايه، بعنا كل الافلام خلاص. انت شايف ان احنا بعنا بشكل كفايه، بشكل كويس ممكن الناس تتقبله ولا لا؟ انا شايف ان احنا فشلنا نبيع افلام جامده زي مانشستر باي ذا سي يا جماعه. انت فشلت تبيع افلام جامده، ما تحطنيش معاك. انا وانت واحد. خلاص ماشي، خلاص يبقى انا وعلاء فشلنا يا جماعه، بس كلنا عارفين مين اللي فشل. انا وعلاء فشلنا ان احنا نبيع افلام جامده جدا زي مانشستر باي ذا سي، زي شاتر ايلاند، يعني انا بتكلم عادي. انا الصراحه الفيلمين دول ندمان، انا حقيقي ندمان. فبس اكتبوا لنا رايكم في الكومنتس عشان ده يهمنا جدا. ايه رايكم؟ حابين ترشحوا لنا قوايم بجنرز مختلفه، اكشن، دراما، رعب؟ لو عايزين نبيع لكم اي حاجه من الحاجات دي ممكن نبيع. وما تنسوش طبعا اللايك والسبسكرايب وكل الحاجات الجميله دي. قناتي هتلاقوها تحت في الديسكربشن، انا ما بنزلش عليها بقالي كتير. كمل في قناتي الصراحه، انا شايف ان انا خدت على الجو، والله خدت على الجو الاسلوب بقى بتاعي، خلاص. هو يمكن عشان المايك فاهم باخد عليه شويه. المايك ده يا جماعه من عبد الرحمن، هو يعني قرر يكمل السيت اب مايك، مساهمات في الانتاج زي استاذ احمد السبكي كده. وانا بالنسبه لي انبسطت جدا مع علاء، وان شاء الله تبقى سلسله اسبوعيه على حسب برضو دعم الناس. على حسب الصراحه، لو عجبت الناس وشفنا في الكومنتس الناس حابه ان احنا نكمل، فلو حابين نكمل ما تنسوش تقولوا لنا بالله عليكم عشان احنا معتمدين عليكم. يعني وبس انا شايف ان هي كانت حلقه لذيذه وحلقه جميله، وبسطنا فيها. ما ينسوش انهم يعملوا سبسكرايب، لايك للفيديو، فعلوا الجرس. والله عيب يكون كملوا الفيديو لحد دلوقتي وما عملوش سبسكرايب وعملوا تفعيل زرار الجرس اللي انا مش عارف يتفعل ازاي. هو حاجه صغيره، انا حتى بقول للناس حاجه صغيره كده. الزرار ده غريب اصلا عامه، بس يعني المهم تكونوا عملتوا كل الحاجات الجميله ديت. عايزين تخشوا تعملوا لنا فولو على الانستجرام. المهم اكونت الانستجرام كل حاجه في الديسكربشن. انا علاء اسماعيل، انا بس انت معايا النهارده. وانا عبد الرحمن دردير. موجودين على الانستجرام، بننزل اكتر شرح افلام ومسلسلات، فلو عندكم اي اسئله مهتمين ممكن تعملوا فولو. اشوفكم في فيديو جديد، نتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. سلام.